بسم الله الرحمن الرحيم. وتحليل مباراة الزمالك والمقاولون العرب واللي انتهت بالتعادل 0-0 وكان كل حاجة. هو ده الدوري المصري؟ وقبل اي حاجة اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وكمان فعل علامة الجرس ودورينا اداؤه اتش دي وصورته اتش دي وكله ترابات تاتي وكله زي الفل. كل حاجه عندنا جميله زي الفل. وطبعا شفنا مباراه كانت الزمالك طبعا والمقاولين ثم مباراه الاهلي وسموحه، يعني ايه طمنتنا قوي من جوه هنا اهو. بقينا من هنا مطمنين على الدوري المصري. طبعا يهمنا مباراه النهارده والتعادل والتعثر بالنسبه للزمالك. و يعني بص كلام بسيط، هو كلام بسيط جدا. يا هتشوفوا لما اشرحه لك هتقول لا ده انا بشوفه في ارض الملعب والحاجات دي كلها. يعني الزمالك بيلعب اهو عادي كده او كده مش هتفرق. يعني الزمالك بيلعب 3-4-3 تمام. طيب بسرعه مش هعيد في الكلام تاني. هو انت عارف ان لازم الاجنحه بيدخلوا هنا وتلاقي الطرفين طالعين عشان بتخسر حاجات دفاعيه فبيتعوضوا بحاجات هجوميه واللي انت عارفه كله تمام كده. طب لو انا ما عملتش كده في ارض الملعب وانا كزمالك عاوز اهاجم وانت انا عامل كده، بقى دول كده وبقى الاجنحه هم اللي فاتحين كده، بقيت عامل كده بقى ايه كده انا خلاص بقى كده انا بالسلامه، كده انا بحتضر، كده انا بضيع، كده انا بقى عندي ازمات كتيره جدا. 3-4-3 والاجنحه عندي هم اللي فاتحين الملعب. تخيل بقى كم المسافه اللي بين الجناح والمهاجم والجناح والمهاجم والمهاجم مسافات خرافيه. وان عندك ما فيش هنا ما بلعبش 4-3-3 فما عنديش اتنين في وسط الملعب او ما عنديش انا العاب في 4-2-3-1 فمين يملى المكان ده؟ هتبقى صعبه. وعشان الثلاثه يلعبوا مع بعض بقت الامور صعبه ومعقده جدا. ويعني ده اصلا مش شكل 3-4-3. طب انت بتلعب بيها ليه كده؟ يعني انت بالظبط بتاخد مساوئها وما بتاخدش اي ميزه فيها. حد يقول الله طب ما عمر جابر ده اصلا بيدخل من الطرف هنا ضم لجوه، فاقول لك ده هي تصدق بقى ما فيش فرق. ليه بقى ان عمر جابر هيخش هنا؟ هتقول بقى ايه هو اللي هيكمل هجومين في العمق هنا، هو مش مؤثر فنشيله اهو كانه عادي مش موجود. وفهنا بيرحلوا كده الاربعه دول وبيبقى عبد الغني هنا هو باك يمين فنشيله برضه انه مش هيعمل اي دور هجومي. فانت بقيت تخيل زي ما هي من غير ما اعمل سحر ولا شعوذه زي ما هي. فبالتالي ده اي كلام طبعا اللي هو انت بتشوف الشكل صعب جدا. وطبعا زي ما قلنا انك هتخلي فين الراجل ده مكانه فين كانوا هنا. هتخلي ان انت عندك المسافات ضخمه جدا عشان تكمل شكل هجمه صعب. مفيش 3-4-3 كده وبتعملها كمان في اوقات انت محتاج ان انت تسجل اهداف هزيمته صعبه. نبص بسرعه على الحالات عشان ده اللي كان بيحصل. ان كان ايه عندك ادي زيزو، يوسف حسن، اسامه نبيه. يا لهوي ده واخدين عرض الملعب، العرض عرضين كله. طبعا زيزو طبيعي عاوز ينزل يستلم الطرف يروح المكان اللي برضه بيبدا منه. وبالاخص لو قدام فرقه بتلعب 5 ورا هتلاقي زيزو ايه يروح يستلم الطرف اكتر. وعندك يوسف اسامه نبيه هو راجل دايما مستني حاجه واحده، الكره تتلعب له هنا فينطلق، هو مستني فدايما يفتح لبره عشان تلعب له لجوه فيقطم، فدايما مستني على الطرف. فتلاقي الشكل عامل كده. شوف كم المسافات بين الثلاثه اللي قدام. لا يا جماعه مش 3-4-3، انا خسرت حاجات مقابلها. دول جوه هنا واثنين طرفين طالعين بره اللي هم عمر جابر وفتوح. طب انا ازاي الثلاثه دول ممكن يكملوا هجمه مع بعض؟ ازاي ممكن يعملوا كثافه عن 18 ويوصلوا؟ شوف كم المساحات الفاضيه الموجوده. طب نشوف اللقطه دي لما تكمل كده بعديها الكره نزلت بعد كده لزيزو ورا تروح ليوسف حسن حطها لزيزو يعمل عرضيه فتكمله اللقطه. شوف لما كملت اللقطه وخد بالك ده بعديها بعدد ثواني كتير جدا. شوف زيزو هنا كان بيرفع لمين؟ يوسف اسامه نبيه لسه جاي لان هو مسافه بينه وبين زيزو بعيده اصلا، مش انه موجود قريب عشان نعمل الجمله دي. بعيد فعبال ما يضم ويدخل لازم نلعب له الكره على البعيده. شوف مثلا الكره استلمها كانت دي اترفعت بعد كده متاخره بعيده صعبه عشان بسبب النقطه دي. ادي عندك مثلا نفس القصه. شوف زيزو، يوسف حسن، اسامه نبيه. ازاي وانا بهاجم وقدامي 5 بتوع المقاولين انت واخد بالك من المنظر؟ انت حاسس ان الزمالك اقل، دول يخشوا لجوه ولا عمر جابر هنا وفتوح وامسك والعب كره وهاجم. يا سيدي انت الزمالك ما تلعبش 3-4-3 بقى. لكن بالشكل ده زيزو رايح على يمين ال5 وادي يوسف اسامه نبيه على شمال ال5 ويا دوبك امام عاشور الوحيد اللي ممكن يكمل بس ويوسف حسن. طبعا كده يبقى عندك عدد لعيبه كتيره من المقاولين العرب فاضيين مش مشغولين بحد، يقدروا يركزوا، يقدروا يغطوا، يقدروا يدافعوا. فبالتالي لما احط الكره دي يوسف حسن خلاص ما انا مش لاقي حاجه تانية اعملها. شوف المساحات الفاضيه عامله ازاي. يحط لي يوسف حسن يستلم الكوره هيحاول يلف فتلاقي عليه 4-5 يقطعوا منه الكوره. بقت صعبه. ادي كمان واحده شوف هتلاقي كله وفي دقيقه مختلفه طوال الشوط الاولاني.
زيزو، يوسف حسن، يوسف اسامه نبيه، مين هنا يضموا جوه، يفتحوا للطرف، واقفين مع الخمسه. الشكل ده يوحي باي شكل هجمه ممكن تحصل، صعب جدا. ففي الاخر مثلا تكمل الكوره، ادي مثلا عمر جابر مثلا هنا لما اتحطت له الكوره زيزو حطها له يعمل عرضيه، ادي عندك مثلا 2 لعيبه يوسف حسن ويوسف اسامه نبيه. طب مش المفروض فتوح الطرف الثالث ده، سوري الطرف اللي على الشمال ده بيضم لجوه، ودي شرحناها كتيره، وكل العالم في اوروبا بيلعبوا 3-4-3 بيعملوها عشان يكمل الكثافه الناقصه عندك نتيجه انك منقص واحد حط ورا ثالث كمدافع، فهو مش موجود لانه اصلا ما كانش هو اللي فاتح الملعب، ده كان يوسف اسامه نبيه هو اللي فاتح الملعب. فتلاقي 2-على-4 تعمل عرضيه ضعيفه جدا، فالامور صعبه. طب الشوط الثاني ده غير ولعب 4-3-3، فقلنا ايه ده يمكن الكثافه تتحسن، ده هو عاوز يهاجم، ده شوط تاني الزمالك عاوز يخطف المباراه بقى. شوف زيزو، الجزيري، يوسف اسامه نبيه، ايه ده؟ ازاي فرقه ممكن في الدقيقه 48 شوط تاني وبتهاجم والثلاثه عندهم مفروضين بعرض الملعب كده؟ ما هو انا مش هلعب في الناحيتين مره واحده، انا اكيد بلعب في ناحيه واحده، فبالتالي الجزء من الناحيه الثانيه بيتقرب هنا عشان اضيق المسافات اللي انا بلعب فيها، فيبقى في مسافه معينه عندي كثافه كبيره. اشتغل ازاي هنا؟ شوف بقى لما دي كملت، شوف لما زيزو كمل عشان يعمل عرضيه، وخد بالك انا جايب اللقطه دي، هو بص كده بعينه يشوف مين الموجود، فلمح يوسف اسامه نبيه، الجزيري لسه متاخر، لمح يوسف اسامه نبيه، فعشان يلعب له الكوره اضطر يعملها ايه؟ اضطر يعملها قويه جدا، لان شاف هو فين موجود، فين في اخر الملعب، هو مش موجود في اللقطه اصلا، مش مثلا قطع هنا فكان زيزو يعملها له على 100 كانت هدف، لانه اخر الدنيا. فانا نفسي اعرف ايه التفنيده في الملعب دي، زيزو، الجزيري، اسامه نبيه، ايه دي؟ ايه التفنيده؟ انا بتكلم في الدقيقه 56. شوف طب مين الكثافه هنا؟ مين هنا؟ وفي الاخر تلاقي كثافه كبيره على الناس اللي ماسكه. فبرضه نفس القصه لما يعدي زيزو عشان يفكر مع عرضيه، شوف يوسف اسامه نبيه لسه هيبدا يتحرك من اخر الملعب وانت اصلا موجود هنا ليه اصلا؟ فتلاقي في الاخر اللعبه بتترفع عرضيه، دي خبطت وبعد كده وصلت للمدافع فاروقه وشال القصه. طب شوف بقى، حد يقول لي طب انت عاوز ايه اللقطات اللي عاوز تعملها دي؟ شوف فتوح، سيد نيمار، وادي زيزو وشيكابالا والجزيري وهكمل امام عاشور، هو ده. طب دي فرقه عاملها امتى؟ دقيقه 85. هي دي المشكله. فريرا عنده افكار هجوميه بس مشكله التوقيت اللي بيستخدمها. الكلام ده انا اعمله من بدري، مش لما اخر 5 أو 10 دقائق ابدا اعمل الكلام ده وطول الماتش انا بلعب بالشكل. ايه الشكل ده؟ انا عاوز اعرف بس، انت بص كده اشرح لي الشكل ده انت ممكن تعمل ازاي بهجمه. في نقطة بالنسبة لي يعني هي مهمة جدا، يعني بشوفها برضو من الاساسيات شوية، بشوف بره والناس اللي بتلعب المدربين الهجوميين، ان انت كل هدفك انك تجمع اكبر عدد من الكثافة من لعيبتك في منطقة معينة. محدش بيهاجم بعرض الملعب كله، انا ما بشوفهاش. يعني راح في هجمة الناس دي فاتحة هنا وده فاتحين هنا، لان انا اكيد مش هاجم في ناحيتين في نفس الوقت. بشوف هناك بيعملوا ايه بره، مثلا هتلاقي مثلا تهاجم من الناحية الشمال، هيقوم ده مقرب ده مقرب ده مقرب ده مقرب، بتلاقي بنضم من الناحية الشمال هنا عشان نعمل كثافة في منطقة صغيره نقدر نشتغل فيها. ورهاني ان المنطقه الفاضيه دي الضغط اللي انا عامله ده هيخلي ان الكره مش هفقدها بسهوله، فهحمل المناطق اللي شايفها فاضيه. ورهاني الثاني ان انا لما الكره تتنقل الناحيه الثانيه، لما تتنقل هيبقى عندي الوقت ان اقدر ارحل نفسي عشان اغطي. بس مقابل الرهانين دول لو كسبتهم انا هكسب كثافه في منطقه صغيره، فاقدر هنا اعمل بقى اي لعبه بقى، وانتو هات بقى اتحرك وافتح مساحات، حد يدخل يعمل عرضيه فنكمل جوه ال 18. لكن انا العب بسم الله الرحمن الرحيم بلعب في الناحيتين في نفس اللحظه، يعني انا رايح هجمه فاتح الملعب يمين وشماله، طبعا كم المساحات اللي هتفضى هنا مش طبيعيه ومش هستخدمها. اللي بيعمل كده مين؟ المدربين اللي بيخافوا، اللي هو عاوز دايما كل منطقه فيها لاعب بحيث اي حاجه تحصل ترتد عليك او حاجه ده واقف مكانه، ده واقف مكانه، ده في مكانه. ما ينفعش اخلي الفرقه منتشره في كل الملعب. ما انا هلعب كره ازاي؟ العب كره بقى بواحد او باثنين اللي هو فريرا بيحب يعمله. دي خلاصه القصه. طيب مش هطول، كان عندي حاجه المقاولين العرب عاوز اخدها. نقطه برضو بالنسبه للزمالك، الزمالك وهو في اوقات حاسمه زي مثلا الدقيقه 70 بستغرب ولقيت ان الزمالك بيعمل ضغطه من مناطق متاخره. يعني زيك مثلا لو هنا مثلا متواجد بكثافه فقدوا الكره تلاقي زيك مراجع كله، نبدا نقابل زي ما انت شايف كده من نص الملعب. الله، هو مش المفترض في الاوقات زي الدقيقه 70 دي الزمالك بيبقى ضاغط كله من قدام عشان هو هدفه انه يحافظ على اكبر زمن للكوره في نص ملعب المقاولين عشان كل ما ياخد الكوره بسرعه يعمل هجمه؟ هو يعمل الكلام ده ازاي لما يكون ضاغط هنا؟ فيبقى عنده فرصه اكبر يستخلص الكوره ويروح. وعشان كده ده اللي بيخلي الزمالك هنا لما بيقطع الكوره احيانا
عشان بيضغط بيقابل وقت متاخر، تلاقي راح في هجمه تلاقي الكثافه عنده قدام قليله، رغم انه في الدقيقه 70 او 80 لازم يبقى كثافه كبيره، بس قليله لان الفريق كله رجعه اصلا عشان يدافع قبل المتاخر، فعبال ما يتحول في هجمه مش هيلحق كل مره، مع ان المفترض ان في الوقت ده كل هجماتك تبقى فيها كثافه كبيره، ومن قدام بقابل واقطع الكوره واخدها واقطعها تاني وتالت واعمل ضغط للخصم. برضه دي حاجات غريبه، حاجات برضه انا يعني معلش انا اسف هي مستفزه الصراحه في فريرة، يعني حاجات اوفر ازيد من ان الوضع محتاجه. هنا مثلا المقاولين مثلا في هجمه فالزمالك رجع عشان يقابل ايه، ما انا كان ممكن كان كثافته قدام هنا بس قرر ان يقابل من هنا. نفس الهجمه دي هي نفسها لما اتقطعت مثلا امام عاشور، شوف لما راحت بقى بعد كده كملت الهجمه، شوف العدد قليل جدا بالنسبه لوقت زي الدقيقه 70. ليه؟ لان انت اصلا بتقابل متاخر. عارف لو انا بقابل دي من نص الملعب نص ملعب المقاولين اقدر بسرعه تلاقي فتوح قدر يطلع وسيسي قدر يطلع، امام عاشور قدر يطلع، عشان بلعب بضيق المسافه اللي بلعب فيها، لان انا هدفي ان انا افضل عند 18 الخصم بشكل مستمر عشان اقدر اعمل فرص. فطبعا هنا شايف يعني 3 على 5 6 7 اتلعبت طبعا الكوره مش مظبوطه واتقطعت، فدي من الحاجات برضو الغريبه بالنسبه لفريرة. عكسها بقى الدقيقه 89، شوف بقى الزمالك في هجمه الكوره كانت طالعه المقاولين العرب، شوف دونج قابل منين والفرقه بتقابل منين، شوف لما كملت شوف بقى قلبين الدفاع موجودين فين. يعني هو ده الصح بقى، بس بيعملوا برضه فين؟ في الاخر لما يبقى مضطر ويبقى مزنوق. فهنا استخلصت الكره من بدري، ما استخلصتهاش بقى في نص ملعبي ولسه هتحول عشان اعمل هجمه، لان انا عندي عنصر وقت عاوز اعمل هجمات كتيره ورا بعض. اخر حاجه عشان بسرعه ما كنتش هجيبها بس قلت برضه اجيبها الصراحه، ان كابتن شوقي غريب كان عنده فكره، كل هدفه انه كان عاوز يلعب ورا رؤى وورا امام عاشور، فحط له 2 قدام محمد سالم واوكولي، الاثنين دول وراهم جبنه بس الاخص 2 دول، وبدا يرمي كرات طوليه ورا رؤى ورا امام عاشور، ويقدر من خلال الثنائي يستخدمها ويروح منطقه العمق، ونجح فيها. وده كان خطا من وسط الملعب والدفاع، ان ما حدش كان عارف يتعامل معاهم وهم 5، يعني 2 وسط 5، 4-5 لقطات من العمق باهداف كان ممكن يستغل مقاولين. فدي مثلا عندك ادي كره طوليه محمد سالم واوكولي، ده من ايه، واحد سقط تحت كده محمد سالم استلم الكره بدماغه نزلت لاوكولي، شوف بقى الاثنين في لحظه معاهم الكره في ظهر رؤى وفي ظهر امام عاشور، وبعد كده يمكن الكره دي حطها اوكولي لمحمد سالم بس مش مظبوطه. لقطه مثلا بعديها نفس اللقطه هو بيستهدف المنطقه دي، اتلعبت برضه طوليه، اوكولي ريحها بدماغه راحت لمحمد سالم نفس المنطقه في ظهر امام عاشور ورؤى، اللي عملها طبعا فاكرين بالعرض هنا وراحت، وكانت فرصه هدف مؤكد لولا حسام مجيد هو اللي طلع الكوره. دي برضو لقطه شبهها، برضو هتلاقي عندك برضو محمد سالم واوكولي، برضو ده جبنه في ظهر برضو وسط الملعب في نفس المنطقه، فلما اتلعبت الكوره استلمها اوكولي محمد سالم برضو بنفس الطريقه، وفي الاخر محمد سالم اخدها بس يمكن طلعت بناش مظبوط. انا جايب لك 4-5 لقطات استغل منها واحده ما كملتش قوي الباقي، بس يعني كلها كانت خطوره بنفس الشكل. ادي كمان واحده مثلا رؤى وامام عاشور مع الشيمي ومحمد رزق وخالد جبنه هو اللي كان تحت محمد سالم واوكولي، عمالين يشتغلوا ورا ورا ورا، استلموا الكره ما بينهم، راح بكوره عملها بينيه لمحمد سالم، طبعا كانت فرصه هدف. فده بيؤكد ان يعني نفس اللقطه بنفس الفكره 4-5 مرات ووسط اندهاش وسذاجه من لاعبي الزمالك. ده كده خلاص زي الفل كده و10. في الاخر سؤال حلقه، مش عارف الصراحه اقول لك يعني ايه، بس صفقات الزمالك هذا الموسم شايف مين اللي يتحمل المستوى اللي وصل للزمالك بالصفقات الموجودة، ومين شايف اللي ممكن يكون المتهم الأول؟ اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة، وقبل أي حاجة خلينا دايما في الشبكة.